بيقول ان نادي الزمالك بيعرض على نادي الجونة شراء عرفة لاعب نادي عرفة السيد لاعب نادي الجونة ب 700,000 جنيه. فخليني اخد هذا الكلام من المشرف العام على نادي الجونة الحاج احمد الصحيفي. ازي حضرتك يا حاج احمد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ووحشنا ونتمنى ان شاء الله عودة النشاط الرياضي مرة اخرى. يا رب ان شاء الله نتمنى ذلك. يعني كنا نامل خير بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي في الاول، لان الامور تستقر والجمهورين حضروا المباراه وعدى اليوم جميل، بس جت يعني في ماتش الاهلي الاخير اللي حصلت فيه الاحداث دي بتهيألي بترجعنا كذا خطوه لورا. يعني مش بترجعنا قوي برضه يا حاج احمد، احنا عايزين النشاط الرياضي يرجع مره ثانيه. طبعا في اخطاء حصلت في هذه المباراه، وده اللي دفع مجلس اداره نادي الجونه عن الاعتذار عن استضافه القمه الافريقيه ما بين الاهلي والزمالك. ده صحيح يا حاج احمد ولا لسه في كلام في الموضوع ده؟ لا هو مفيش كلام. هو فعلا مجلس اداره نادي الجونه بعد الاحداث رفض استقبال اي مباريات ثانيه على ملعب الجونه. ومن ناحيه يعني النشاط الرياضي ان شاء الله يرجع يا كابتن، يعني احنا بنعمل خير ان فعلا السنه دي يرجع. بس هو كان على نقطه ماتش الاهلي والزمالك في الجونه دي بتبقى صعبه جدا، لان المشكله ان اللي حصلت في ماتش الاهلي كان جمهور اهلي مع بعض. تخيل بقى ان الماتش اللي جاي بين الاهلي والزمالك والفريقين محتاجين الفوز عشان يكملوا مشوار. تصدق يا حاج احمد، تصدق ان الماتش اللي جاي ده هيكون قمه في الاخلاق الرياضيه ما بين الجمهورين، وقمه في الاخلاق الرياضيه ما بين اللعيبه. طبعا ده احنا متعودين من اللعيبه على كده، ولكن ايضا من الجمهور. اعتقد ان هتبقى مباراه تابلو جميل لعوده النشاط الرياضي. والله بص يا كابتن سامي، احنا مش فاهمين كده، احنا بنتمنى ذلك، والدليل على ذلك ان احنا استضفنا المباريات بتبقى يعني على عاتقنا، يعني انت عارف برضه في طبعا واستقبلنا على اساس ان الفرقتين بيمثلوا مصر ما يخرجوش يلعبوا بره مصر، ونوصل رساله للعالم ان الامن موجود. الامان موجود الحمد لله، هو الامن في البحر الاحمر. يعني حتى الاحداث اللي حصلت قدر يسيطر عليها بقيات اللي هو حمدي الجزار، سيطروا على الموقف مباشره. بس هو انت بتتخيل يعني انت لما يبقى جمهور فرقه واحده ويتخانقوا مع بعض، طب تخيل لو الجمهور الفريق الثاني مش ضامنين. احنا كلنا بنتمنى يعني حضرتك بتقول حتى لو في نسبه 1% ان ده يحصل، فانا هاخد بالاحوط اللي هو نسبه 1%. فعلا يا كابتن. يعني حضرتك بلغته رسميا النادي الاهلي بهذا القرار علشان يشوف ملعب ولا لسه؟ بلغت النادي الاهلي وبلغت كمان الزمالك، ممكن موجودين، وبعت جواب لاتحاد الكوره ان نادي الجونه مش هيستضيف اي مباريات في البطوله الافريقيه في الفتره القادمه. طيب موضوع عرفة السيد يا حاج احمد، يعني عرفة السيد شويه ان هو امبارح كان معايا خبر ان هو رايح نادي الاهلي، النهارده خبر تاني ان هو رايح نادي الزمالك ب 700,000. يعني حضرتك اللي تقول لنا بقى الموضوع ده ايه؟ بص يا كابتن، انا بسمع من الاعلام برضه نفس الكلام، لكن ما فيش مسؤول في نادي الزمالك او مسؤول في نادي الاهلي يتكلم مع اي مسؤول في نادي الجونه خالص. نعم. بس الحاجه الاكيد اللي في نادي الجونه حاليا ان عرفة السيد ان شاء الله لو ما انتقلش اي من الناديين، لان هو رغبته انه يلعب في مصر، في عرض ليه ان شاء الله في شهر 1 رايح لوزان السويسري. لوزان السويسري. يعني عرفة ممكن مع كهربا. بتهيألي كده. هو بعتوا الجواب، بعتوا ان هم عايزينه، بعتنا لهم سيديهات شافوها، فهو عندهم فتره انتقالات في شهر 1 ان شاء الله. نعم. فهم طالبينه في شهر 1 ان يسافر يروح لهم يعني. طب يعني في الانتقالات الشتويه انا اقصد اللي هي في شهر يناير. طيب يعني حاج احمد، هل معنى كده ان نادي الجونه بيفضي الفرقه؟ يعني نادي الجونه بيحاول ان هو يعني مش عارف اقولها ازاي، يعمل تقشف، يعمل احنا سامعين الكلام ده في MP وسامعينه. انت عارف معنى كده حضرتك ايه يا حاج احمد؟ معنى كده ان الناس كلها شالت ايديها خلاص. لا هو نادي الجونه حاليا احنا تعاقدنا مع 8 لاعبين جداد، وبوبا ما زال لسه موجود في الفرقه. والله بوبا موجود برضه في الفرقه، وصامول وصل بيتمرن، وبوبا النهارده نبارك له فازوا بالدوري، الشرطه العراقي فاز بالدوري السنه دي، لسه اخر ماتش كان دلوقتي. نعم. ان شاء الله هيحضر احتفالاته ويرجع للجون الثاني موجود بوبا. وتعاقدنا مع 8 لاعبين. نعم. في لعيبه في الدوري الممتاز، وفي 3 من ممتاز بيه ان شاء الله يكونوا برضو لعيبه يعني ممتازين، لان يعني وليد سليمان كان طالع من الجونه من ممتاز بيه بالظبط. فان شاء الله لا احنا ما فيش تقشف، بس زي ما بتقول حضرتك يعني مش نفس التعاقدات اللي كانت في السابق يعني. يعني لسه حضرتك بتتحسس الامور يعني. طبعا لان برضه يعني انت عارف حضرتك دلوقتي يعتبر مصر حاج احمد طبعا سنتين ما فيش كوره، فبتبقى الامور يعني صعبه شويه. لكن في نادي الجونه عاملين فرقه دلوقتي، في فرقه 93 صعدنا من 4 لاعبين ممتازين. نعم.
زائد تعاقد مع 8 لاعبين، زائد ان في 10 لعيبه من الفريق الاول الموسم الماضي موجودين. ان شاء الله يعني هيبقى فرقه برضه كويسه، وفي السنين اللي جايه بقى ان شاء الله تبقى ترجع الكره تستقر ومصر تستقر وترجع ان شاء الله افضل من الاول بكتير، وهنشوف عوده نشاط الكره. بس احنا نتمنى عوده النشاط. يعني الدوري، بص، حياه كره القدم طبعا بدايته الدوري هو اكبر بطوله. نعم. وكلنا بنتمنى يعني ان الماتشات من غير جمهور مالهاش طعم، كانك بتلعب يعني دوره ايوه كده يا حاج عاديه احمد بقى. ايوه كده يا حاج احمد. احنا عايزين احنا عايزين الدنيا ترجع زي ما كانت، وكل حاجه ترجع زي ما كانت. بيني وبينك يا حاج احمد، الدوري السنه اللي فاتت كانت بدايته جيده، وطبعا في بعض الانديه يعني في الاخر عملت كده وكده، ولكن مش مشكله يعني. ولكن عوده الجمهور اعتقد ان هي حاجه جميله جدا، وهي اللي هترجع للدوري طعمه وريحته الحقيقه. ان شاء الله احنا نتمنى طبعا عاوز الجمهور. انا بقول لحضرتك يعني الدوري من غير جمهور ملوش طعم، زي يعني انواع المثل البلدي يعني بتاعنا بيقول لك ان الاكل من غير ملح يعتبر. مظبوط يا حاج احمد. تمام. مظبوط. اشكرك. بس نتمنى ان شاء الله. اتفضل يا حاج احمد. اشكرك شكرا جزيلا يا حاج احمد على وجودك معنا وعلى كل هذه التوضيحات. الحاج احمد الصحيفي المشرف العام على كرة القدم بنادي